بجدارة. أسلوب السهل الممتنع هو سر نجاح أغنياته. بالكلمة الصادقة قدر يوصل لقلوبنا. صار الشاعر أحمد ماضي نجم لامع من نجوم الشعر الغنائي. أغنياته دايما بتتكرم لأنه بيستاهل التكريم. لكن مؤخرا بحفل الأوتيفي أووردز كرم 4 أغنيات للشاعر أحمد ماضي. كان عنده بعض المآخذ والعتب على الحفل. شو صار وعم ينعتبوا؟ سوا رح نعرف كل التفاصيل. الشاعر أحمد ماضي بيسعدنا الحديث معك. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. يا هلا فيك. خبرنا أكثر شو صار معك. ماشي، صار مهرجان فاشل يعني، مش بس أنا، هو يعني الغلط بصير بحق الموزعين وبحق الملحنين، بحق كل شيء اسمه تكريم. لما بصير تكريم بتتكرم الأغنية، بتكرم صانع العمل بالأغنية، مش بتكرم العمل. ما معقولة مثلا تكرم أمين الصحة وما تكرم اللي صنعها، عرفتي؟ فكانت عم تتكرم الأغنية، بس كل اللي اشتغلوا بالأغنية كانوا قاعدين عم ياكلوا، ما عم بيتكرموا. هو سبقوا اتصلوا فيك وقالوا لك قالوا لي ايه دعوني لأتكلم عن أغنيتين. أنا دعوني لأتكلم عن أغنية زياد برجي، أغنية كأفضل أغنية فيلم، وأغنية أنا بنسحب أفضل أغنية لبنانية. نعم، للفنان وأجل. طالع على أساس أغنيتين أنا. فبتفاجأ 4 أغاني عم يتكرم لي، واللي عم بيقدم ما معه خبر شيء، والمعدين ما بعرف، ما عارفين مين أحمد ماضي ومين ناصر الأسعد ومين مين اللي اشتغلوا بالعمل، مش عارفين. نعم. يعني احنا قاعدين حده للمذيع وهو ما عرفنا. قصدك المقدم مساج ما بعرفه، انا اول مره بشوفه. ايه هو؟ والاخرين القائمين على البرنامج ما بعرفهم. ما انا دقوا لي على التليفون حتى ليك طريقه دعوتهم كانت قبل ب3 ايام، قبل ب4 ايام. فانا استغربت انه شو هالتكريم هذا اللي بيكون قبل 4 ايام. عرفت بيحكوا، قالت اخذوا مني العنوان ليجيبوا لي دعوه، كرت دعوه لهون على البيت، ولا حتى كرت دعوه بعته. فبما انه كنا اصحاب يعني وكلنا رايحين، قلت ما حنوقف عندها هلا، التفاصيل بيكونوا ما عرفوا البيت وين. بس رحت عم بتفرج على فشل من اول البرنامج لاخره. شو هن ال4 أغنيات اللي تكرموا لك؟ كرمت انا بنسحب، كرم انا بنسحب، و غريبة هالدنيا، وغنية قلبي معك مرتاح الديو تاعت دليدا خليل وزياد برجي، واغنية مريم فارس كيفك انت. وكمان كان الملحن هيثم زياد معك باغنيه كيفك. لا هيثم كان يمكن بعتقد ما اجى. لا، وفي كان في الموزع ناصر الاسعد، كان بموزع اغنيه الديو. كان في كثير عالم، ما بدي صرح عن مين كان بالسهره لانه ما حلو ينعرف مين كان اساسا اذا ما تكرموا. دعوهم ليتكرموا وعبوا الصاله فيهم يعني غلفونا. ووقتها ردة فعلك بينت علنا؟ لا ابدا اكيد ما حبهدل حالي، بس انه لازم ينحكى لانه في حقوق، في حق معنوي عم يتاكل قدام العالم. يعني تخيلي انت مثلا يدعوك ليسرقوك، حقك المعنوي ما عم يعطوك اياه. انه انت مثلا عم تتكرم اغنيتك، مين اللي صنع هالاغنيه؟ تعتم عليك انت، يعني بعتوك ليتعتم عليك. ما تدعوا العالم، وخاصه مش عم تدعوا اي حدا، عم تدعوا فنانين شير هن اللي عملوا العمل اللي انتم عم بتكرموه، مش اي عمل عادي. اذا بنظركم هيدا التكريم صادق وكان منتخب من الجمهور، اوكي، الجمهور انتخب عمل، ما بيعرف الجمهور، لازم تعرفوا العالم مين اللي صنع العمل. بتشكك بمصداقيته؟ ما خصني بالمصداقيه، انا عم بحكي على اصول التنظيم. هلا مين يمكن يكون يمكن يكون ال4 اغاني تاعولي غلط، مش هن روحانين، يمكن يكون غير. مش عم اقول انه اغاني انا ربحوا وعم عظم لا، هن بما انه ال4 اغاني هول اخذوا جوائز. طب اللي كتب واللي لحن واللي توزع الاصول هو اللي يتكرم قبل المطرب. لانه ليش نحن مثلا لما نعمل تنازل ما بنتنازل عن حقنا المعنوي؟ حقنا المعنوي هو لما يصير في تكريم يتكرم الشاعر والملحن، صح، لما تنذاع الاغنيه ذكر اللي كتب واللي لحن، هذا الحق المعنوي. صحيح، والموزع كمان كلهم. هول فاشلين ما بيفهموا فيهم. يعني فتحتوا تي في عم تعملوا برنامج بدهم يقلدوا على اول من الاخر، يعني على ما يبدو عم بيقلدوا الميركس دور. بدكم تقلدوا برنامج مثل الميركس. انت تكرمت بالميركس دور عن انا بنسحب كمان. طب لا، عن ما تغيرت. اوكي نقول اوكي طيب هيك برنامج بيعرف الاصول. يعني التكريم اسمه تكريم، بتكرم صانع العمل، ما بتكرم العمل. ما معقول تكرم المنتج واللي صنعه ما يكرمه. عبرت عن هالانتقاد بطريقه معينه على التويتر، مواقع التواصل الاجتماعي؟ لانه لك شيء في نحن هلا صرنا مكشوفين على العالم، بطلنا مخبيين. يعني العالم عم بيشوفوا، لما بيشوفوا في شيء غلط اوكي
بدك توضحي لهم، ما معقول تتركي هذا الشيء لو ولا بفكروا غلط منك. والا يعني اذا انا رحت شاركت بتكريم 4 اغاني لإلي وانا ما تكرمت وسكتت، بكون عم بسكت عن حقي اليوم وعم بسمح لكل شاعر يسكت عن حقه، فاذا بكره بيجي يصيروا بياكلوا لنا حقنا ونحن عم نتفرج وما لنا حق نعترض. ما حدا من القيمين على الاو تي في اووردز اتصل فيك بعد ما شفنا هالشيء على المواقع التواصل خلص صارت الاجتماعي؟ اللي صارت اساسا اذا اتصل فيي حدا بدي احكي اللي بقلبي يعني، لانه كثير اللي صار كثير ما بينسكت عنه، عرفتي؟ صار اللي صار كان مفروض قبل ما يصير، يعني قبل ما تعملوا هيك برنامج تجيبوا ناس بتفهم، مش اولاد صغار، متخصصين، مش اولاد صغار بتطلع بتقيم مهرجان كامل مثل هيدا وعم تدعو كبار الناس بعالم الفن، يعني من دريد لحام لا معقول دريد لحام لاخر السهره ليتكرم؟ ليش عم لا مشان ما يفل وتخلص سهرتهم استغلوا صباح فخري عم بتكرموا ناس قيمين، عم بتجيبوا ناس مهمه على هيك مهرجان، بدكم تعرفوا الاصول. ما معقول اجي اعزمك على الغداء انا ما احط لك ملاعق شو بدك تاكلي بايدك؟ على مين بتحط اللوم؟ على كل اصحاب التي في هذا، انه يشيلوا كل هالاكيب هذا ويجيبوا ناس بتفهم، ناس بتعرف تحترم المشاهد. لانه لما ما يتكرم الشاعر وما يتكرم الملحن هيدي اهانه للمشاهد مش لإلي بس، لانه صار المشاهد بيعرف انه هذه الغنية مين عاملها ومين مسواها، وصار في تواصل بين الناس واصحاب المهن والشعراء والملحنين، ما بقى بعاد نحن عن الناس. نعم، في كمان شعراء غيرك وموزعين كمان وملحنين ما تكرموا، هل كان عندهم ذات ردة الفعل اللي كان عندها يعني أحمد ناصر ماضي؟ تفاجأ، انا قلت له انه في اغنيه حتكرم، تفاجأ وقعد وسكت. هلا في ناس بتسكت، انا من النوع اللي ما بسكت، ما فيني اسكت عن حقي. بتلاقي انه هذا الشيء حقك 100%. في شعراء غيرك وملحنين موزعين كمان لهم اعمال تكرمت وما اعترضوا، مش لحالي انا عملت ما اعترضوا، يعني مثل اغنيه انا بنسحب مثلا، في ملحنين وفي موزعين اشتغلوا فيها، يعني في اغنيه انا بنسحب الحان وتوزيع بلال الزين، كان المفروض يتكرم بلال الزين مثلا كمان. اغنيه زياد فيها ناصر الاسعد، كان المفروض يتكرم ناصر الاسعد، ناصر كان قاعد وعم يحضر يعني ما تكرم. شو كمان؟ أغنية غريبة هالدنيا لحن تركي، ما حيجيبوا الملحن التركي يكرموه. حتى الكليب مثل ما عرفنا انه تكرم الرقاص اللي رقص بالكليب غريبة الدنيا، اوكي، والشاعر واللي اشتغل بالأغنية، الموزع والمخرج، في الموزع كمان حرام انه نحكي فيها. توزيع روجيه خوري كمان ما اندعى ولا تكرم روجيه، بس الفنانة نوال الزغبي هي اللي تكرمت. حدا من الفنانين كلهم بيستاهلوا، لانه هن شاركوا بتوصيل هالعمل، بس مش هن لحالهم وصلوا. حدا من الفنانين تواصل معك بعد التكريم؟ لا، بس في فنانين طلعوا شكروا ذكروا اسماء، يعني وائل جسار طلع قال بشكر خيي احمد ماضي وخيي بلال الزين على هالعمل، وطلع زياد. انا الي عتب على نوال، ما شكرت ما حكيت ولا جابت سيره اللي كتب ولا سيره شيء. هلا يمكن ما انتبهت، حتى لو ما انتبهت انه انا موجود، بس المفروض هيدي تكون مثل جرس انه هذا حدا كتب هون، على طول ينذكر مين كتب ومين لحن ومين ساهم بهالعمل. اكيد هون بتلاقي حقك المعنوي اهم. هذا الحق المعنوي بيتحمله المطرب وبيتحمله البرنامج، بيتحملوه كلهم. هلا ما بعتب انا على المطرب بهيك مهرجان، يعني بهيك مناسبه، لانه المطرب بيكون مبسوط عم يتكرم بينعجق، عرفت علي؟ بس تقيم على هيك برنامج انت عم تربح اغنيه، عم تقدم جائزه لاغنيه، اهم شيء بهالعمل هو اللي اشتغلوا، ما عم تكرمهم، فاذا هذا تعتيم مش تكريم. قد ايه بتلاقي الجوائز مثل هالنوع من المهرجانات بتعطيك حق معنوي كفنان كشاعر؟ اذا كانت صادقه. هلا مثل هذه الجائزه ما يعني بعتبر انه جائزه للهوى توزعت. اللي بيستاهلوا الجائزه ما اخذوا الجائزه، فاذا فاشل هالمهرجان. يعني برايك الفنان كمان ما بيحق له او ما بيستحق؟ الفنان انتبهي لك شيء، نحن لما نكتب اغنيه ما بدها زعل، لانه عم بحكي مع حدا اللي ما بتخاف يزعل الفنان، ما بدها زعل. حلو الواحد يعرف حقه. لما تنكتب اغنيه بتبلش من الكلمه، تتلحن، تتوزع، المطرب ما معه خبر، عرفتي؟ بيجي المطرب اللي بتلبق لصوته بيحط صوته، اوكي، احتمال يجي الصوت مش حلو ينزعل الغنية، احتمال يجي الصوت يعبي محل غنية، فاذا 4 بدهم يشاركوا، احتمال كلمة ما تكون حلوة بتنزع الغنية، احتمال لحن ما يكون حلو بينزع الغنية. ما فينا ننكر عامل من هالعوامل. اخر عامل بيجي المطرب، لانه بلشنا بالكلمة بعدين اللحن بعدين التوزيع بعدين تغنت الغنية،
هول بدهم يتكرموا بالتدريج، بده يتكرم الشاعر. قلت له خليك حد خايف احكي. وبوقتها عزمته قبلك هو يحكي. يعني ايه ما قادر، يعني قد ما كثير منظمين، قد ما كثير في رجه، قد ما كثير حسيت بقيمة العمل، حسيت انه انا انبسطت اني عملت شيء، انا حسيت بنجاحي بصراحة. طيب 4 اغاني عم يتكرموا لإلي ولا كأنه نص غنية تكرمت لإلي انا بالمهرجان، قاعد عم بتضحك. بالدورات شو عم السابقة بيصير قلت؟ شو عم بيصير يا جماعة؟ مهرجان ولا؟ بالدورات السابقة من الميركس دور ما تكرم الشاعر أحمد ماضي، هل لو ما هالسنة ما كنت بستاهل، تكرمت؟ انا لاقول لك الصراحه، لانه انا بفتره من الفترات كنت عم ركز على السوق، عم ركز لانه السوق شو هلا بده؟ صرنا عم نركض لانه نسمع غنية، هلا عم نركض لانه نكتب العالم شو بدها، بس مرقت فتره لنحكي بصراحه يعني كتبت رقب، كتبت هاي الالوان، انا هاي الالوان ما بتمنى اتكرم عليها انا، وهالاغاني ما بتمنى اتكرم عليها، بس في كم اغنيه كنت بتمنى اتكرم عليهم مثل اغلى الحبايب نوال، ممنونك انا من حمزان. دخلك شو أخبارك؟ ايه مش غلط اللي تكرموا بهديك الفترات، يعني مثل خلص الدمع من الاغاني اللي تكرمت، مش غلط تكرمت اغاني حلوه بمستوى كرمال هيك ما انتقدت ميركس لا دور لا من بتستاهل الاغاني اللي تكرمت، بينما لو تكرمت اغاني هابطه وكان لي اغاني انا مش هابطه مثلا وما تكرموا بدي انتقد. اوكي، بس انا الحمد لله انا واللي عم بشتغل معهم اكيد مش لحالي، يعني انا وبلال الزين وزياد برجي وناصر الاسعد كلنا اللي تكرم بهالاعمال، يعني الاعمال اللي تكرمت هاي الاعمال اللي ساهمنا فيها، يعني عم نشتغل هاي الفتره انه نعمل عمل يوصل، ما بقى بهمنا انه عمل نبيعه، عمل تنزاع غنية يكون لنا اغاني، ما بقى هيدا الهدف. يعني بتلاقي حالك هلا بتستحق أكثر أي جايزة؟ الحمد لله انه اكبر دليل انه كل الاغاني، انا ما عم بعمل كثير اغاني بس الاغاني كلهم عم بتكرموا الحمد لله. الاو تي في اووردز اعلنت انه كل سنه حيكون عندها دوره جديده كل من سنه عندها فشل جديد اذا بدهم يعملوا هيك. اذا طلبوا منك تشارك معهم اعوذ بالله، بالتكريم. لا اذا بضلوا هول القيمين على هالبرنامج هلا ليك اذا طلعوا واعتذروا وقالوا نحن غلطنا، لانه في حق معنوي، حق معنوي، نحن قانونيا هلا فيني ارفع دعوه انا كشاعر انه حق المعنوي اتاكل، وهيدا البرنامج بنحط عليه نقطه سوداء من السسام، عرفتي؟ بنرجع للسسام هلا انا وبيجي بس بدي اطوش راسي وبدي جمع مفكر الشعراء. تتجه هذا لا لا الاتجاه؟ لا لا لا، ما حزان كله البرنامج، عرفتي؟ انا عندي جائزتي هون تكرمت فيها بالميركس دور، هاي بفتخر فيها، هيدا برنامج اول مره بنعمل تبين انه فاشل، اوكي؟ ما بفتخر اني اتكرم من برنامج فاشل انا، اوكي؟ لو نجح انا بفتخر اني اتكرم فيه، لو كان ناجح، بس انا اكتشفت رحت حضرت لقيتهم عم بعبوا كراسي، عم بيضحكوا علينا، تفضلوا نحن داعيينكم لتتكرموا، في كذب، عرفتي؟ في نفاق، اوكي؟ تفضلوا داعيينكم لتتكرموا، طلعوا داعينا لنتعشى، مين قال لهم بدنا نتعشى نحن؟ انه في عنا اكل مثلا، اوكي؟ وعم بحضر انه بده تسليط على المطرب، انه لانه هن يعني اكبر دليل ولا جائزه ربحت من التلفزيون من عندهم، ولا حق يعني ولا جائزه، هن مشاركين بعمل من الاعمال اللي ربحوها. قصدك كبرامج تلفزيونيه؟ ايه، او عمل انه مثلا اغنيه هن مساهمين بانتاجها، او شيء هن مساهمين بانتاج ولا شيء، فتبين انه هن بدهم يقووا التي في تاعهم، بدهم يقووا، عم بيطلعوا مطربين ما بيطلعوا لعندهم على التي في قبل. اوكي، يعني بنعرف نحن في مطربين محسوبين على الام تي في مطربين محسوبين على غير تي في، انه معروفين هول بيطلعوا على شاشه معينه اكثر، فاستغلوا الفرصه انه يجمعوهم، يعني بس بنفس الوقت لتجمعوهم انتم بتكريم ما فيكم تعتموا على اعمال انتم عم بتكرموا مطربين فيها، وصانع العمل عم بتعتم عليه، هذا فشل وقله احترام. نعم، مشان هيك استعرت عباره تعتيم وليس تكريم. ايه منه تكريم، تعتيم، تكريم بتكرم صاحب التكريم. يا عمي انت لما البنت تجيب ولد تخلف بيقولوا لها، ما بيقولوا ما بيجيبوا للولد يحكوا معه بعد ولد، بيروحوا بباركوا لامه يلي جابت الولد، عرفت؟ لامه بيو بباركوا اللي صنعوه،
مشان هيك بتعتبر الاغنيه ولد من ولادك؟ طبعا اكيد، ما نحن ليش ما بنكتب تنازل، بنكتب نسمح للمطرب انه يؤدي هاي الاغنيه، لانه اذا بصير غلط بحرف من الاحرف بنوقف الاغنيه، اذا بصير غلط باللحن بنوقف الاغنيه، اذا المطرب ما بيغنيها صح بحق انه نوقف الاغنيه، لانه هذا حق المعنوي، وهذا عمل بده يوصل مثل ما رسمه الشاعر والملحن. لما نحن وصلناه صح وتعبنا عليه صح، مين بيتكرم؟ صحيح. كل حرف بننتبه كيف بده يكون، والملحن بيكون حريص على كل جمله، والموزع بيكون حريص على الايقاع، حريص على ارضيه الغنيه. هذا التعب مين عم يتعبه؟ صحيح. اخر شيء بيجي المطرب بحط صوته على راسي وعيني، صوته بيستاهل التقدير، ونحن اكثر ناس بنكون منطربين نحن عم نسمع صوته للمطرب. اوكي، بس هو بيعرف، بيقول لنا شكرا لنا المطرب بس يخلي صوته، ما بيقول شكرا لحاله. يعني بس يغني اغنيه بقول شكرا عذبتكم، نحن اللي تعذبنا. طب وكيف كيف ممكن ترضى على الاو تي في اووردز؟ انا ماني اول ارضى عنه، انتبه، انا غلطت بحقي، ترضى بحقك المعنوي كشاعر. انا حق المعنوي بتاكل، راح ما لا صحتين على قلبهم. اوكي، فيني بقى ما اسمح لهم يستغبوني، مرة جاي يستغبوني، يستدرجوني، تفضل بدنا نكرمك، رحت طلعوا بخيلين ما عم بيكرموا. وشو بتوجه لهم ككلمه اخيره عن الموضوع؟ سكروا التي في اذا بيضلون هيك. بصراحه انا مني ليك، انا بالسياسه ماني مع حدا، بالسياسه ضد الكل انا. اوكي، مشان ما حدا يفكر انه انا تابع لحدا عم بحكي عن حدا، انا شاعر فنان عم بكتب اغنيه، اذا بدها تنهان غنيتي على الام تي في بدي اطلع احكي اللي حكيته هلا، واذا بدها تنهان على المستقبل بدي احكي اللي حكيته هلا. كل تي في ما هو المفروض عم بقدم اعمال ناجحه، او عم بقدم مهرجانات، مفروض يحترم المشاهد ويحترم اللي اشتغل بالاعمال اللي عم بقدمها. اذا ما احترم يسكر التي في، لانه منا غلطه بمليون. انا ممكن اغلط معك هلا غلطه بيسمعوني شخصين ثلاثه موجودين بالاوضه، اوكي، بس لما بتطلع انت على التي في عم يحضروكي ملايين الناس، عم تغلطي غلطاتك، عم تغلطي غلطه ما بتتمرن، يعني اذا ما احترمتيني قدام كل هالعالم، مش ما احترمتيني قدام اثنين ثلاثه فيني طنش. اكيد. ونحن هلا على باب السنه الجديده، خلينا نسالك اخر سؤال، شو جديدك للسنه الجديده؟ حنحكي عن اللي نازلين هلا، في اعمال كثير عم ينحكى فيها، يعني بعد ما صار حكي نهائي فيها. في 4 اغاني لمحمد عساف مفروض ينزلوا باول السنه الجديده ان شاء الله، وكل اغنيه لون، هذا المبسوط فيه انه ما في اغنيه تشبه الثانيه. وفي لجاد نخلي هلا الجمعه حينزل له اغنيه كمان من توزيع بلال الزين والحانه، واغاني محمد عساف كلهم من الحان زياد برجي، وتوزيعهم مشكل بين لبنان وبين برا وبين بلال الزين وبين غيره يعني. وفي مشان ما انسى نقول سعادة نخلي كمان اغنيه هلا نازله اسمها نزوه، وفي اغنيه كثير متفائل فيها هي وجع السنين، بسميها انا لإليسا، اسمها يا مرايتي، الحان زياد برجي. في كذا عمل يعني، في لابراهيم الحكمي هلا اغنيه نازله صار له فتره غايب. انت كتبت له اغنيه يعني اسمها بعتيلي مكاتيبي. حلو باللهجه اللبنانيه؟ اكيد. حلو. الحان مين حتكون؟ نقولها سعادة نخلي. هذا مش اول تعاون بيناتكم، سبق تعاونتوا للفنان او الزغبي الحكمي اول مره مع الملحن والفنان. اول اغنيه بحياتي لحن لي اياها نقولها، مش باقي غير اشواقي لادم وبعدين نقولها لكن نقولها من الناس اللي انسى الفن بحسه خير كبير، بحس حدا من عائلتي بس كون قاعد معه نقولها انا. مؤخرا عملت له غنية انت والفنان الملحن هيثم زيات. يعني فنان الملحن. لا اكيد، بس تيتر صائب اكثر من ملحن. ايه مزبوط. يعني نحن كنا بدي اقول لك عم نتسلى، يعني تشتغل هواية يمكن اكثر ما تكون. هلا هالفترة عم بستمتع بالشغل، لانه عم بكتب اللي انا عم حسه، ما عم بقبل انه حدا يجي يقول لي اعمل لي هيك، بدي هيك. بكتب شو عم بيصير معي انا، من وجع، من فرح، من حب، من كره شدد على الكره. كثير بنلاحظك متشائم هذه الفترة، خاصة انه بدأ لا انسانية كثير حوالينا هيك سوريا هيك صارت، طلع بالعراق انه شو بدي الوضع السياسي بأثر على كلماتك بالشعر الغنائي؟ مش على كلمتي، على احساسي، على روحي، علينا كلنا بيأثر. حتى اذا عم تتوجع مصر انت ما بتتوجعي؟ جايين الدور، ما حدا يستعجل.
ككلمة أخيرة شو بتحب تقول لكل الفانز لأحمد ماضي؟ حلوة هاي الفانز. ان شاء الله يا رب سنة 2014 اول شيء خلينا ننسى كل السنين اللي مرقت، لانه ما في سنة عم ننبسط فيها، كل سنة نقول يا رب السنة الجاية تكون احلى من السنة اللي مرقت. جعبالنا نقول يا رب السنة الجاية تكون مثل السنة اللي مرقت. عرفتي؟ بس هيدا اللي بنتمناه للصغار وللكبار لانه عيب عن جد، عيب بقى حروب، عيب اللي عم بيصير، اللي عم نشوف هو عيب بحق الانسانيه من كل النواحي. نحن من ضمن صوتنا إلك، شرفتنا، نورتنا، وميرسي كتير. ثانك يو ليك.